وازاي اصلا اكون سوفت وير انجينير شاطر شويه او اشطر من الناس اللي حواليا. وطبعا هنساعد في حته ازاي اقدر اوصل لاول شغل ليا، وفي الاخر خالص هيكون في شويه ريسورسز كده محترمه اي حد بقى يقدر يستارت بيها من ناحيه الموبايل سواء في فلاتر او اندرويد او اي او اس. في الاول كده مين اصلا شغال اي او اس او انترستد؟ بلاش شغال عشان في الموضوع طبعا انترستد في الاي او اس. جميل، بدايه حلوه قوي. طب مين انترستد في الاندرويد؟ ماشي. طب مين انترستد في فلاتر يا شباب؟ جميل، ماشي. طب ممكن احنا عندنا التكنولوجيز الموجوده في الوقت الحالي من ناحيه النيتف، احنا عندنا اي او اس وعندنا اندرويد، وكان برضه في ويندوز ابلكيشن بس دلوقتي تقدر تقول لحد ما انقرضت يعني. وعندنا الكروس بلاتفورم اللي موجود حاليا، او خلينا الاول نتكلم ان جنرال، في ايونيك وفي زامرين وفي فلاتر طبعا وفي رياكت نيتف. ايونيك وزامرين الى حد ما يعني كل شركه من شركات الفن بدات الاول تاخد الليد بتاعها في حته انها تعمل كروس بلاتفورم. فراحت جت مثلا مايكروسوفت قالت انا هعمل زامرين، جت فيسبوك او ميتا بقى دلوقتي قالت انا حابب اعمل رياكت نيتف، جه بعد كده جوجل علق عليهم وراح عامل فلاتر. ابل حاليا اوريدي شغاله على حاجه زي كده، هي اوريدي اكزيستد بس نقدر نقول مش مشهوره قوي والناس اللي ما اشتغلتش فيها، انا نفسي ما اشتغلتش او ما بصيتش عليها لحد دلوقتي لان هي يعني بلاش نخبط في الكروس بلاتفورم، خلينا كده ايه دلوقتي لحد ما نبدا ناخد خطوه بخطوه. فايونيك وزامرين تقدر تقول كده اللي هو خلاص يعني نادر قوي 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 لما تلاقي حد اصلا بيطلب زامرين او ايونيك. مش كده هتلاقي اصلا الناس بدات الريسورس بتاعتها اصلا بدات خلاص ما تبقاش موجوده، او الناس بدات تتجنب في حته انها تشرح اصلا في زامرين او ايونيك. طب اللي مشهور قوي دلوقتي فلاتر ورياكت نيتف. طبعا رياكت نيتف عشان من ميتا وفلاتر عشان من جوجل، واللي بدات تبقى افضل وافضل في الوقت الحالي ايه؟ هي فلاتر. ففلاتر تعتبر حاليا بتليك قبل ما كان مثلا كانت نوت ستيبل تقدر تقول من سنتين، كان ده حتى لو احنا كنا بنفورس مع بعضينا اللي هو يا جماعه فلاتر مش حلوه، فلاتر مش ستيبل، فلاتر مش كويسه مثلا من ناحيه اليو اي بتاعها بيبوظ تحديدا مع الاي او اس، فكان في مشاكل مختلفه. بس دلوقتي نقدر نقول ان بدات تبقى ستيبل، وخصوصا لما بدات تجنريت البيلد بتاعتها لاكثر من مكان، يعني تعمل ويب سايت عن طريق فلاتر، ممكن اندرويد، ممكن اي او اس، ممكن ويندوز اب. فبدات الموضوع يكبر شويه ان هي بدات تبقى جينيريك اكتر. ماشي. شويه اسئله يعني كانت فيها انيميشن والله بس نعمل ايه بقى؟ نزلوها PDF، فكان نفسي والله يبقى افضل من كده بس نصيب. في بعض مش مشكله يا شباب، نكمل عادي ولا في اي حاجه حصلت؟ كان في شويه اسئله دايما بتيجي في دماغ اي حد. انا وهي الاسئله دي ايه؟ الكروس بلاتفورم هيريبليس النيتف ولا لا؟ ثاني سؤال ابدا باي واحد فيهم. ثالث سؤال هو انا ممكن ابدا بالاثنين مع بعض، ابدا مثلا حاجه كروس وابدا حاجه مثلا نيتف. ودي اسئله زي ما مكتوب كده في الصوره يعني احنا ما بنجاوبش عليها. دي اسئله بتعتمد دايما على الشخص اللي بيكون في الحاله دي. بس احنا هنحاول ان انت زي ستارت في كل سؤال منهم بحيث انت تقدر بعد التوك دي تبدا تشوف ازاي اصلا هتاخد الاسئله دي تبدا تتوجه بيها للستيب اللي بعدين. اول سؤال الكروس بلاتفورم هيريبليس نيتف. انت المفروض لو واحد راح يشتغل في اي او اس او اصلا اندرويد المفروض الموضوع ما يكونش في دماغك تماما. طب حد يقول لي؟ يقول لك ان بكل بساطه انت لو رايح تشتغل في التكنولوجي بتاعتها فانت كده هتبقى ديفلوبر مش سوفت وير انجينير. وطبعا هنا بيجي لحته ثانيه انا وهو ازاي اصلا اكون سوفت وير انجينير. المفروض انت بتكون في مخيلتك ان انا سوفت وير انجينير يعني واحد بيطلع منهم، واحد بيعمل كل حاجه، فانا هاخدك اعلمك في اي تكنولوجي هتعرف تشتغل فيها. والله بقى اي او اس اندرويد يعني انا لو عايز اختفت بعد سنه سنتين اقول انا كده خلاص ما عنديش شغل، بكل سهوله هروح على اي حاجه كروس بلاتفورم وابدا اشتغل فيها. اروح انا دلوقتي من دلوقتي اصلا اصحابي بيقولوا لي ان انا لا ما تيجي معانا فلاتر، طب ما تفكر، طب مش عارف شغال دماغك هنشوف. فده الطبيعي ان انت كده انت خلاص واحد اوريدي عندك سوفت وير كونسبتس موجوده في دماغك، فالموضوع بيبقى سهل عليك ان انت تبدا توجه السوفت وير كونسبتس ديت تعمل لها ابلاي في اي تكنولوجي موجوده. فالسؤال ده ما بيكونش موجود في دماغك في الاول وفي الاخر. سنين خبرتك بتتحسب على عدد السنين اللي انت اشتغلتها في السوفت وير اندستري، مش عدد السنين اللي اشتغلتها اي او اس او عدد السنين اللي اشتغلتها اندرويد او عدد السنين اللي اشتغلتها مثلا فلاتر او اي حاجه ثانيه. فده اول سؤال. ردا على ثاني سؤال ابدا باي واحده فيهم؟ مش شرط حتى ما اجرب. انا جربت سايبر سكيورتي، جربت ويب، جربت اندرويد، جربت فلاتر، وده كله في فتره الكليه. يعني انا كنت جيت في ثالثه كليه كنت محدد ان انا خلاص انا مش هكمل غير اي او اس.
مع ان وقتها كان السايبر سكيورتي بالنسبه لي كانت حاجه حلوه جدا، بس حسيت بملل. ممكن دلوقتي ما يكونش نفس الموضوع دوت، ولا بحكم ان زاد شويه طبعا الباك باونتي عامل شغل عالي لحد السايبر سكيورتي. فالناس بدات تتوجه اكتر في حته ان هي سايبر سكيورتي، بس انا بالنسبه لي حسيت ان انا مش لاقي نفسي هنا. فهي بتبقى الى حد ما ممكن تكون بيرسونال بريفرنس اكتر من كونها ايه الترند دلوقتي، عشان طبعا الناس كلها في الغالب بتمشي ورا الترند، وده مش صح. لان انت الترند اللي موجود دلوقتي هو مش موجود بعد سنه، مش موجود بعد سنتين، هيمشي. فانت وقتها هتعمل ايه؟ فانت لو ماشي ورا كل ترند انت هتلاقي نفسك في خلال سنه سنتين انا اشتغلت اربع خمس حاجات، فالموضوع بالنسبه لك ملوش قيمه. وبيبان بالنسبه للشركات انت واحد بتلعب، لما انت هتدرس في السي في انت سنه باك اند، سنه فرونت اند، سنه اي او اس، سنه اندرويد، اصلا ده انت لو رحت يعني شركه، لان اصلا السي في كده مش هيعدي فلتريشن. برضه ممكن في الاخر هنتكلم عن كام تip كده في السي في ممكن تفرق معاكم شويه ان شاء الله. طب ثالث حاجه انا وهو ان انا ممكن ابدا الاثنين مع بعض نوري. مفيش حد بيبدا الاثنين مع بعض، واللي بيبدا في حاجه ثانيه ما بيبداش فيها غير بعد 5 6 سنين خبره حرفيا. طب حد هيقول لي كده؟ ولكن لان انت الاول لازم تثبت نفسك في مكان. انا خلاص الاندرويد وشغال وموجود في شركه وسينيور، وكمان ممكن اكون بليد ناس، وبعد كده هبدا اشوف حاجه ثانيه الا وهي مثلا فلاتر. طب عشان كده الناس دلوقتي بتزقني ان انا اروح فلاتر. حد زي عمر احمد لو الناس عارفينه، هو عمر اصلا كان اندرويد نيتف، بعد كده راح عمل شيفت لفلاتر. عبد الله منصور كان نفس الكلام. هو الاول انت بتاخد الخبره في الحاجه دي وتثبت نفسك فيها، بيتقال عليك سوفت وير انجينير شاطر، بعد كده ابدا اشوف بقى انا هبدا اثبت نفسي ازاي في بقيه الحاجات الثانيه. فهي دي بتبقى التفكير بتاعك. فحته ان انت تبدا في حاجتين مع بعض، ما مش لازم موبايل، اي تكنولوجيا عموما، لان في الغالب الناس كلها عليها ما حدش بيبقى موبايل، هتلاقيهم ويب، مش سايبر سكيورتي، يمكن حتى السايبر سكيورتي جواه سب تراكس. فانا ببقى مركز في تراك واحد منهم، ريفرس انجينيرنج مثلا، ديجيتال فورنسكس، باك باونتي، او بقى اللي هو يبقى الويب يعني. فانت بتبدا تكون موجه عقليتك ان انا ايه الحاجه اللي انا عايزها استارت بيها، اثبت نفسي فيها 3 4 سنين، بقيت سينيور محترم، ابدا اشوف حاجه ثانيه، منع للتشتت. طب طبعا دي مكنه تشيز ليفل واحده كانت حلوه جدا بس تمام. ازاي اقدر اصلا ابدا في الاي اس؟ مشكله الاي اس الازليه لحد دلوقتي هي شبه اتحلت بحاجات مختلفه في الفتره هي ان انت لازم يكون معاك ماك. انا في قبل اصلا لما كنت في الكليه في السنه الاولى او الثانيه، كان اول ما بسمع كلمه ماك كان بيجي طبعا في دماغي حاجه ثانيه اكسام اضعف، فجبت الاكزام ده يبقى افضل يعني، اللي هو حاجه لها علاقه بالاكل، مكان تشيز، اي حاجه بقى لها علاقه بالاكل، لحد ما اكتشفت ان ده نوع من انواع اللابتوب بتاعت ابل هم مسمينها ماك. فانت عشان تبدا لازم يكون معاك ماك. طب معاكش ماك، في حاجه اسمها ماكنتوش اللي انت تعمل انستول للسوفت وير للاوبريتنج سيستم بتاع ابل على الويندوز، ده بتوديه لحد بقى بيعملها لك عشان ما تضرش اللابتوب بتاعك. والحاجه الاخيره وهي فيرتشوال ماشين، وانا مش برجحها تماما لان انا بدات فيرتشوال ماشين كنت برن الابلكيشن وافضل قاعد عامل كده مستني لحد ما السيميوليتور يخلص نص ساعه ساعه، كان الكورس بيخلص وانا قاعد مستنيه ربنا يكرمه. فيعني لو عندك الاوبشن او انت لو بتفكر اصلا في حاجه زي كده، لو معاك لابتوب قوي تقدر تعمل موضوع الماكنتوش. لو عندك المقدره انك تجيب ماك طبعا افضل بكتير، حتى لو بيوزد، يعني الناس كلها في الغالب بتبدا في الاول بيوزد. لو ربنا كرمك وبدات شغل اصلا في شركه از ان اي اس انجينير، في الغالب هم هيدوك ماك، الا لو شركه يعني على الله خالص وقتها هنتكلم في الموضوع ده بعدين. فدي اول حاجه. طب ثاني حاجه ان انا ابدا اتعلم اللانجوج اللي اشتغل فيها. او على فكره انت ممكن اصلا من خلال سويفت بروجرامينج لانجوج ديت انت ممكن تعمل باك اند، ممكن تعمل بيها حاجات علاقه بالانيميشن. طبعا في فيجن برو لسه طالعه ومكسره الدنيا، ممكن اصلا ليها اوريدي اللي انت تكتب لها كود خاص بيها وتجنريت اصلا بروجرامز خاصه بيها. فانت سويفت هي هتديك زي الستارت اللي انت تعرف تروح فين بعد كده في خلال الاي او اس. طب انا خلاص انا اتعلمت سويفت اللي هي لغه البرمجه اللي هبدا اكتب بيها، بيكون عندك بعد كده بقى اليو اي فريم ورك، الا وهو اليو اي كيت، وبعد كده سويفت يو اي. اليو اي كيت ديت يعني في الاول اصلا خلينا ناخد الجيرني من الاول. في الاول كان قبل اصلا سويفت كان فيه اوبجيكتيف سي، لقوا ان اوبجيكتيف سي لغه معقده، حاجه ما يعلم بها ربنا، فقال لك لا احنا نحاول نموف لحاجه افضل شويه، الا وهي كانت السويفت. سويفت طبعا نزل فيها حاجات كتير جدا جدا جدا، يعني ما حدش دلوقتي بيبص على اوبجيكتيف سي الا شركات يعني كبيره، بس يعني مش عارف لحد دلوقتي لسه مش شغالين باوبجيكتيف سي. يعني انا في خلال ال6 سنين دول مفيش شركه واحده اللي كلمتني قالت لي احنا عايزين حد يكون عارف اوبجيكتيف سي از بلس، يعني حتى مش حاجه مانداتوري اللي انت تخش فيها اصلا الشركه. فبالتالي بعد كده انا ده بيكون بكتب الكود بتاعي، بكتب دي لوجيك موجود عندي. طب هبدا ابني بقى اليو اي بتاعي، هبدا ارسم من الاخر كده، احط كومبوننت دراج اند دروب اي حاجه زي كده. دي الاول كان عن طريق حاجه اسمها يو اي كيت. يو اي كيت ديت ده فريم ورك ابل بتعمله لك عشان تقدر تاخد حاجات دراج اند دروب مش عارف ايه، وتحط دي هنا وتحط دي هنا وتبدا تظبطهم مع بعض بحيث تكون شكلها
مماثل او نفس الحاجه على كل الشاشات بتاعت ابل، طبعا باختلاف الايفونز اللي موجوده عندنا. بعد كده قال لك احنا نطور شويه، وفي الغالب يعني قلدوا في فلاتر شويه، قال لك نعمل حاجه اسمها سوفت يو اي. سوفت يو اي هي نفس الكونسيبت بتاع فلاتر. انت اوريدي بتجنريت سم كود، الكود بيبقى اوريدي اكتف قدامك، اول ما تكتب اي حاجه بيبدا يظهر لك على السكرين، وتبدا تشوف الحاجه دي خطوه بخطوه بتظهر قدامك، بدل ما كل شويه في يو اي كده لازم تعمل رن، تفضل مستني الابلكيشن يرن وتروح على السكرين المعينه اللي انت عايزها. لا، السوفت يو اي بتحل المشكله دي، فالموضوع بقى اسهل بكتير. واخر حاجه الريسورسز دي كده هنخليها في الاخر، يعني هديكم ليست اوف تشانلز بالعربي والانجلش. طبعا لو حد عايز يتعلم الاي او اس الاندرويد انا مع الفلاتر ما عنديش غير كام حاجه بسيطه، في الغالب الناس هيبقى عليها بعرفهم يعني. طب ازاي اكون سوفت وير انجينير شغل؟ هنا احنا بدانا نخش في حته اعمق شويه، دي مالهاش علاقه بالموبايل، مالهاش علاقه باي حاجه، دي حاجات جنريك اكتر على كل السوفت وير انجينيرز اصلا، مهما كان المجال بتاعك ايه لازم تكون عارف الحاجات دي. الا وهي اول حاجه الكلين اركتشر. طبعا برضه الراجل نفسه واضح ان عامل كلين اركتشر ده، بس مالناش دعوه يعني مش هنجيب سيرته، بس هو عموما يعني هو حد بيقدم ماده هناك بس جدا جدا، فعامل كلين اركتشر وفيه كود. طب ايه فكره اصلا الكلين اركتشر ديت؟ الكلين اركتشر هنا بيقيم ان انت ازاي تقدر تقسم الابلكيشن بتاعك. ان انا ابدا اعمل اركتشر او ابدا ابني سيستم الابلكيشن بتاعي الكامل وابدا اقسم فيه الحاجه بتاعتي. ودي طبعا يعني توبيك اوريدي برضه عملنا عليه قبل كده، بس كانت اي تي اي 6 اكتوبر بقى او القاهره يعني، فبرضه لو حد حابب يخش توبيك الى حد ما ادفانسد شويه. يعني انت بتبدا تفكر في الكلين اركتشر بعد مثلا ما يعدي عليك سنه سنتين في المجال، خلاص انا مثلا جونيور وداخل على ميد ليفل، فانا ايه اللي يبدا يميزني بقى واحد جونيور وداخل على ميد ليفل؟ ايه اللي يبدا يميزني اصلا؟ ان انا ابدا اذاكر بقى الكلين اركتشر، اعرف اصلا ده ايه، اقسم الابلكيشن بتاعي ازاي، ايه الديفرنت اركتشرز اصلا اللي موجودين، واقدر اخير ما بينهم ازاي، واختار ده ليه واختار ده ليه. دي من ناحيه الكلين اركتشر. طب الكلين اركتشر هو كان على الابلكيشن كتوتال. طب نيجي بقى للكلين كود، ببدا اخش في الكود نفسه جواه، ببدا اشوف مثلا الفانكشنز بتاعتي، الفانكشن دي كام سطر؟ طب الفانكشن دي فيها كام بارامتر؟ طب ايه الكود سميل اللي موجوده عندي؟ طب هل مثلا هنا في كومنتس كتيره في الكود، الكومنتس دي اعمل فيها ايه؟ هل اسيبها؟ طب اسيبها امتى؟ طب ايه الكيس بتاعتها؟ ده الكلين كود. في كود طبعا ليه شابترز كتير، برضه الكود برضه اسيب لكم الريسورس بتاعتها في الاخر وعادي تقدروا تسرقوها يعني، كده كده الراجل واضح في صفحه الكود فبراحتنا يعني كده كده. دول اهم حاجتين اي حد يبدا يستارت فيهم. الكلين كود بتقدر تستارت فيها من وانت لسه فريش. انا ببدا اقرا اصلا عن الكلين كود لان زي ما قلت ده ما بتفرقش اصلا انت جونيور من سينيور. الكلين اركتشر زي ما قلت لك لا اخرها شويه، بس ده معنى كده ان انا اخرها لحد امتى؟ يا باشا كل ما تحبها كل ما تكون افضل. يعني انت دلوقتي واحد اصلا انا اثنين داخلين لي، الاثنين جونيورز، الاثنين فريش، بس واحد منهم قرأ عن الكلين اركتشر وفاهم يعني ايه كلين اركتشر وبيقدر يتناقش معايا فيه، ما طبقوش بس حد قرأ وفاهم. طب في المقابل الثاني مش عارف حاجه زي كده، الاثنين نفس الاكسبيرينس نفس كل حاجه، الاثنين مثلا متخرجين من نفس الكليه وكل الكلام ده، في الاخر هختار اللي عنده حاجه زياده عن الشخص الثاني، لان هنا بتفرق انت اللي بيميزك عن غيرك، انا هبدا الخطوه ازاي. فدي دايما ما تاخرش حاجه لحد ما تحس ان انا محتاج لها، لا كل ما انت عندك وقت استفيد بالوقت ده. وعلى ما اظن كلكم طلبه في الكليه، فبالنسبه لكم يا جماعه ده احسن وقت تقدر تستارت فيه، احسن وقت تقدر تاخد فيه تكنولوجي، احسن وقت تقدر تبدا فيه اصلا كانترن او تروح اي شركه. الموضوع ده مهم جدا، وبرضه في الاخر هتقول ده بيحصل ازاي. وعندنا السوليد والديزاين باكرز. السوليد برنسبلز دي من وانت في الكليه لازم تكون عارفهم، لازم تكون بتطبقهم، هتقف في الاساينمنتس بتاعت الكليه. يعني ابدا اقراهم كده وطبقهم في الاساينمنتس، الموضوع بيفرق جدا جدا. الا هم 5 حاجات يعني هقول باختصار، يعني نبدا كده نشوف هم ايه. اول حاجه هي حاجه اسمها سينجل ريسبونسبيلتي. فكر فيها كده، انا دلوقتي بعد مطعم والشيف هو اللي بيعمل الاكل وبيقدم الاكل للناس، وهو اللي الفاسيلتي هو اللي بيمسح المكان وبينظف المكان ومش عارف ايه، وهو اللي بيستقبل الناس، وهو اللي انت جاي تعالى، هو بواب المكان، عامل كل حاجه. فانت فكر فيها كده، الراجل ده بيعمل 30 40 حاجه، فانت وقتها مشتت. نفس الكلام في الكود، انت لما تكون الكلاس بتاعك بتعمل 30 40 حاجه، فانا هيبقى عندي 30 40 سبب ان الحاجه تتغير، فده مش صح. فهنا في برنسبل طلع اسمه سنجل ريسبونسبيلتي. سنجل ريسبونسبيلتي ده يعني ايه؟ يعني يكون في وان ريزون بس ان انا تشينج في الكلاس او الفانكشن بتاعتي. طب بعد كده حاجه اسمها اوبن كلوز. اوبن كلوز دي يعني ايه؟ يعني الحاجه دي انا اقدر اموديفاي فيها، اقدر اموديفاي فيها بس انا مش عايز اموديفاي. طب ليه؟ لان احنا بنفضل دايما ان انت الحاجه تضيف عليها او تكستند عليها افضل من تعمل موديفيكيشن. طب حد يقول لي ايه سبب اصلا حاجه زي كده؟ بقول لك لان انت ممكن الحاجه اللي انت بتعدل فيها دي تسبب مشاكل في اماكن ثانيه، خصوصا مثلا عندك ابلكيشن كبير
فبتبدا انت تزود على الحاجه دي بس، فالجزء اللي انا زودته ده مش هيأثر على الحاجات الثانيه، لان الجزء اللي مرتبط اوريدي الجزء اللي كان موجود فوق. فهي الفكره كلها بتبقى قايمه على ايه؟ بتبقى قايمه ان انا بزود على الحاجه دي مش هحدد فيها نفسها. بعد كده عندنا ايه؟ حرف ال ده السكوب. السكوب دوت يعني ايه؟ يعني ان انا كده باختصار انا عندي كلنا عارفين الانهيرتنس زي الفل. انا لو عندي تو كلاسز البيرنت كلاس والتشايلد كلاس، هو بيقول لك ان انت سام هاو من خلال طبعا كل لانجوج وليها الليميتيشنز بتاعتها. يعني الكلام اللي انا بقوله ده كلام جينيريك قوي، لكن في كل لانجوج هتلاقي ان انت الحاجات دي بتتنفذ ازاي بيكون حسب الليميتيشن بتاعت اللانجوج. هو فكره الاسلوب كلها قايمه على ايه؟ قايمه ان التشايلد كلاس يعرف يريبليس البيرنت كلاس باي طريقه. فانا يعني لو استخدمت التشايلد ما يعمليش اي مشاكل، لو استخدمت البيرنت مكانه ما يعمليش اي مشاكل برضه. ماشي. بعد كده عندنا الانترفيس سيجريجيشن. يعني ايه انترفيس سيجريجيشن؟ يعني تخيل مثلا انا عندي برينتر دي بتبرنت وتسند فاكس وبتتكلم في الموبايل وبتعمل كل حاجه. فلا قال لك احنا مش عايزين حاجه بنفس الطريقه دي، انا كان عايز سبريت حاجه زي كده لاكتر من حاجه محتاجها. فيبقى عندي برينتر بتبرنت بس، عندي فاكس ديفايس بيسند الفاكس بس، عندي مثلا التليفون دوت بيتصل بس، فبالتالي بقى عندي كل حاجه لها حاجه لوحدها. حد هيقول لي طب احنا في الاخر انا حاسس ان احنا بنروح برضه للسنجل ريسبونسبيلتي، بقول لك انت هتلاقي السنجل ريسبونسبيلتي طالعه لك في المنام، تطلع تقول لك كده كل حاجه تبقى لوحديها. فلازم نفكر كويس في حته ان انا اسبريت الحاجه دي. فالانترفيس سيجريجيشن هي ان انا بسجريت او بفصل الحاجه دي لديفرنت نقدر نقول انترفيسنج. بعد كده اخر حاجه الا وهي الديبندنسي كونفرجن. ده بقول لك ان انا ما ينفعش اديبند على كلاس، لكن تديبند على ابستراكت كلاس، اديبند على انترفيس، اديبند على بروتوكول. انا بحاول اجيب لكم بكل المصطلحات عشان لو كل واحد عنده خلفيه باك جراوند في بروجرامينج لانجوج مختلفه فنقدر برضه نوصل لها يعني. فالفكره هنا ان انا ما ينفعش اديبند على كلاس دايركتلي، لكن انا بديبند على ابستراكشن، ودي مهمه جدا جدا، بس ممكن ما نحسش بقيمتها دلوقتي، ممكن نحس بقيمتها لما ابدا اخش اشتغل على بروجكت. اخر حاجه وهي ديزاين باترنز. ديزاين باترنز من اهم الحاجات، ودي برضو انت كده يفضل تتعلمها من وانت في الكليه. انت كده مش هقول لك ان انت يعني تنفذها في الكليه، لا بس يعني اتليست ان انت يبقى عندك الخلفيه عنه، تبدا تفكر ازاي اشوف الديزاين باترنز كلهم. هل انا ممكن اكون عارف الديزاين باترنز كلهم؟ بس ما اكونش بستخدمهم كلهم. هل انا اصلا لازم اكون استخدمت كل حاجه فيهم؟ او مثلا ممكن اكون عارف اثنين ثلاثه منهم؟ اقول لك دي بتختلف حسب الليفل بتاعي. يعني ما ينفعش انا اساسيا مثلا اقول ان انا مش عارف اتليست 8 9 ديزاين باترنز. عارفهم واعرف اشرحهم واعرف اتناقش معاك فيهم، لكن مش لازم اكون طبقتهم كلهم. يعني هنا بتعتمد على النولج، زي ما قلت لك الموضوع بيختلف من ليفل للتاني. انت كجونيور دلوقتي انت ليك ان انت تبقى عارفهم ونفذت واحد، نفذت اثنين، حسب برضه الكيس. ما بقاش بنفذهم لله والبطل، عشان برضه ما نبقاش بنقول حاجه اسمها اوفر انجينيرنج. اوفر انجينيرنج يعني ايه؟ يعني انا بنفذ الحاجه بفكره ان انا عايز انفذها وخلاص، مع اني حتى مش محتاجها في المكان ده. بس انت في الوقت الحالي انت براكتس وعيش. طب انا الحاجات دي كلها انا عرفتها، اقدر اعمل بيها ايه او اصلا اوصلها للناس ازاي؟ يعني بقى الحاجه اللي بعديها ازاي اصلا اعرف اجيب اول شغل ليا. طبعا زي ما احنا شايفين كده هو بيقول لك ايه؟ اهم حاجه الكوميونيكيشن. يعني الكوميونيكيشن هنا من وجهه نظري تعتبر اهم حاجه. انا الشغل اللي جاي قبل كده ده كله ما جاليش مثلا ان انا بروح اعمل ابلاي سي في ومش عارف ايه والكلام ده، لا انا في ناس بتكلمني. طب الناس دي بتكلمني عن طريق ايه؟ عن طريق لينكد ان. يعني انا حياتي فعلا كلها لينكد ان، انا كل شويه موجوده على لينكد ان، معايا شغل معايا شغل. لينكد ان بالنسبه لي هو ايه؟ يعني الجولدن بوينت بتاعتي، دي اهم حاجه بالنسبه لي. طب الفكره هنا في ايه؟ انا اعمل ايه على لينكد ان؟ انا لسه طالب، يعني مفيش حاجه اصلا اقدرها. يا عم انت بتعمل له اساينمنتس، نزل له الاساينمنتس دي. والله انا عملت اساينمنت بيناقش فكره كذا 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 كذا. لو حد عنده فيدباك ومش عارف ايه وكده يقدر يقول لي. قرات كتاب مثلا المفروض في الكليه، احنا المفروض فاضيين، ما كنتش في الكليه اروح العب بقى فيفا ومش عارف ايه وكده. كنت قاعد مع صاحبي في الشقه، احنا كنا قاعدين كلنا سيبك من الكليه، يلا نلعب فيفا، هات اللابتوب بتاعي يا باشا، مين معاه احسن لابتوب ونفضل نعمل كده مع بعض. طبعا بلاش بقى البنات ايه يعني ميك اب بقى ومش عارف ايه وكده، فنسيب المذاكره ونفضل قاعدين كده. لازم نستغل الوقت ده. فاحنا هنستغله ازاي؟ ان احنا نبدا ناخد الحاجه اللي احنا بنعملها دي ونبدا نشيرها مع الناس. انت بتستفيد وغيرك بيستفيد، تستفيد من النقاش. فالنقاش هنا مهم جدا جدا جدا. فانا لينكد ان ببدا اكونكت مع الناس اللي تبعي. والله على سبيل المثال مثلا الناس اللي هي انترست في فلاتر، فانا هبدا مثلا اشوف اسرش في كلمه فلاتر واختار بيبول من لينكد ان، وهلاقي 30 40 واحد فلاتر موجودين، اخش اكونكت معاهم. والله هبدا اشوف مثلا طب انا محتاج على لينكد ان
هخش مثلا انا والله محتاجك مثلا هندسه ان انت تكون منتور معايا مثلا خلال الفتره دي. طب انت بتدور على ايه؟ لازم تكون رايح محدد الحاجه اللي انت عايزها، ما ينفعش اقول للشخص انا عايزك تبقى معايا منتور في اللاشيء يلا مع بعضينا بقى. فهي ما ينفعش كده، لازم اكون بفكر بطريقه كويسه، لازم اكون محدد الجولز بتاعتي. والله انا مثلا دلوقتي انا سافرت كليه، انا في خلال ثالثه ورابعه، او طبعا الرجاله ما عندهاش جيش انا ربنا معاكم، في خلال ثالثه ورابعه اكون محدد دنيتي عامله ازاي، اكون مثلا عارف ان انا عايز اخرج على بوزيشن جونيور. في ناس انا اعرفها شخصيا بيشتغلوا ان هم في اخر سنه في الكليه، بس طبعا دي حسب الشركه اللي انت بتشتغل فيها. فانت بتروح للراجل دوت والله انا عايز ان انا ابقى جونيور في فلتر مثلا، وانا عندي 1 2 3 4 في فلتر. انا دخلت شفت الكورس بتاعت 1 2 3 4 وشوف هو هيقول لك ايه، شوف اكتر من حد هيخليك باين، ابعت ل 30 40 واحد على لينكد ان، اتليست واحد هيرد عليك. فالموضوع ده مهم جدا 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 جدا، وده بيعمل لك الكوميونيكيشن. الناس اللي موجوده في الايفنت هنا دي مش موجوده حبا لله والوطن، موجوده عشان تقدر تعمل كوميونيكيت، نقدر نتكلم مع بعض، نقدر نشوف مين السبيكرز اللي ايه يقدروا يتكلموا معاهم. فده كله بيفرق معاك، ده بيفرق معاك في ايه؟ بيفرق معايا ان انا في كونكشن بيني وبين الشخص، فانا اتليست لو دخلت سالته في مره على حاجه فهعرف اطلع منه بمعلومه. فده كله بيفرق معاك. عشان كده كانت تاني حاجه انا وهي الليفلز. الليفلز مهمه جدا 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 جدا. يعني معلش على سبيل المثال انا ايه اللي يخليني اجي مثلا من القاهره لحد المنيا عشان اطلع في ايفنت؟ ده بالنسبه لي كوميونيكيشن، ده بالنسبه لي حاجه مهمه، ده بالنسبه لي بوينت كويسه ان منعم معروف ان هو عمل 1 2 3 4. دي بتفرق، دي بتسمع عند الناس. فكل ده انت تقدر تعمله عن طريق الكوميونيكيشن. طب انا اصلا جيت هنا ازاي؟ ناس تقول لي ان انا بنزل كونتنت فشافوا ان انا مثلا راجل مؤهل الى حد ما ان انا اجي اعمل كورس زي دي. طب احنا بعد اذنك عايزينك معانا، ده عن طريق ايه؟ كوميونيكيشن. ما كنتش اعرفهم وهم ما يعرفونيش. فالموضوع هنا مهم جدا جدا لابعد درجه. الكوميونيكيشن ساعات بتتعدى حته التكنيكال. يعني مش هقول لك يعني بلاش تسميها واسطه، بس هو انا مثلا عايز الشخص ده شغال في شركه، فخلاص هو جاي مثلا طب مين ما ينفعش تعمل لي فيه مثلا هنا، انا لقيت الشخص ده اهل ان هو يخش الشركه ديت عشان فعلا مجتهد، فخلاص. ودي بتيجي تحديدا قوي عن طريق المنتورشيب، ان انا لو عملت حد فعن طريق حاجه زي كده انا ببقى شايف الليفل بتاع الشخص ده عامل ازاي، الراجل ده ممتاز في المنتورشيب ولا لا، الراجل ده بيذاكر ولا لا، معتمد على نفسه ولا لازم افضل قاعد جنبه ويلا نشرب يلا حبيبي تعالى نقعد يلا نشرب. فببدا اشوف هنا الليفل الشخص ده عامل ازاي. فدي برضه بتوصلني في الاخر لحته ان لو الشخص اللي انا بعمل له المنتورشيب دوت الشخص ده اهل كفايه ان هو يشتغل فعلا في مكان كويس، طب ليه لا؟ ما انا هعمل له ريفير وهو اولى من حد تاني، على الاقل ده انا شفته وعارف الشخص ده عامل ازاي وطريقته عامله ازاي وطريقه تفكيره عامله ازاي، وانا بما اني شفت في الشركات فعارف هو دماغه هتميت دماغ الناس اللي موجوده جوه ولا هيخش في الاخر يبوظ الدنيا. فدي حاجات مهمه جدا جدا جدا. طب بالنسبه للسي في، انا واحد طالب احط ايه في السي في؟ احنا كلنا حاسبات صح ولا في حد من كليه ثانيه؟ طب ماشي طب ماشي الاول نشوف حاسبات وبعد كده نرجع لايه للشغل الكليات الثانيه. لو انت حاسبات فانت وش بتعمل بروجكتس، اتليست انت لو في كل سنه بتعمل بروجكت واحد فانت معاك 4 بروجكتس في خلال 4 سنين. هو بيقول لك مشروع التخرج 5 سنين. طب انا كده بالنسبه لي الخمس بروجكتس دول هتحطوا يا باشا في السي في وشاير عليه كده. طبعا لازم نخش على جيت هاب نحط البروجكت ده على جيت هاب ونعمل لهم حاجه اسمها ريفيو محترم. الحاجات اللي بقولها دي كلها بسلاسه جدا لو كتبتي هاو تو ميك ريدمي اون جيت هاب هتلاقي الموضوع طلع لك 30 تمبلت وانت تختار اللي انت عايزه تنفذه. فالموضوع هنا بيعتمد ان انت هتحط البروجكتس بتاعتك دي على جيت هاب وتبدا تشاركهم مع الناس. وابدا احطهم في السي في بتاعي، والله دول التوب 5 بروجكتس اللي انا عملتهم على سبيل المثال. دخلت الانترن تحط الانترن، لكن بقى ايه حاطط لي بيرسونال سكيلز وجود ليسنر ومش عارف ايه وبتشقلب في المكان، الكلام ده ما بينفعش، ما بيكونش مع الثلاث اكوزيشن صار يعني. انت عايز ان السي في الراجل ده هيشوفه ده السي في ده كويس خلاص تمام معاك. الترتيب بيبقى كالتالي. انا برضه الحاجات اللي كلها اوريدي عامل عليها فيديوز بس بحاول اديكم الهنتس بحيث ان لو محدش عايز يتفرج على الفيديو او انا مكتوب اوريدي الكلام ده برضه. فهتلاقي ان انت مثلا في الاول انا بحط الكونتاكت بتاعي لينكد ان جيت هاب اسمي الايميل بتاعي. طب بعد كده وابدا اخد حاجه مهمه يا شباب الايميل تحديدا للبنات يعني مش واحده كاتبه لي سوسو @gmail.com ومش عارف ايه والكلام ده. انا شفت الموضوع ده كتير يعني انا عملت ريجكت سي في بسبب حاجه زي كده. فبلاش يعني ايه ابعت يعني ايميل يكون بروفيشنال. انا اسمي احمد منعم فاحمد منعم حط معاه رقم حط معايا حاجه. وعلى فكره برضه الرجاله بتنزل كده عشان بس ما حدش يفتكر ان انا جاي عمال بس يعني في حاجه بس مش عارف نفسي كيمو وينتي ولا ميتو حاجه زي كده يعني اللي هو يعني ايه نكبر شويه لازم الموضوع يكون بروفيشنال. فانت بتختار الايميل اسمك الاول اسمك الثاني احمد اسمك الثالث لو عايز مش عايز تحط رقم. يعني انا الايميل بتاعي احمد منعم ده بس سهل خالص ما فيهاش اي حاجه.
ده ليه؟ ده لان انت الشخص بيشوف انت بروفيشنال ولا لا، خصوصا لو انت بتقدم في شركات بره برضه الموضوع بيفرق شويه. طب بعد كده بيكون عندي السمري. السمري ده بقول والله انا واحد فريش جرادويت وبدور على جوب مثلا مطرح اندرويد اي او اس ويب ايا كان. السي في يكون سبيسيفيك قوي. يعني انا بدور على اي او اس احط مثلا انا بروجكت او في بروجكت عامله مع نفسي براكتس اي او اس. انا بدور على اندرويد احط حاجات اندرويد. ماليش واحد يحط بروجكت اندرويد على ويب على اي او اس مش عارف ايه. ده ما بتبقاش حاجه كويسه. اول حاجه الراجل تحط انت نفسك مكان الشخص اللي بيشوف السي في. دلوقتي انت دخلت بصيت على السي في لقيت فيه مثلا اندرويد واي او اس وويب ومش عارف ايه. طب انت عايز تشتغل ايه؟ انت لازم تعرفني. فانت لو ما كنتش واضح في السي في انت كده بتترجم. عشان برضه الناس ما ترجعش تقول ايه انا السي في بتاعي بيترجم ليه؟ على فكره انا الكلام ده بقول لكم انا السي في بتاعي كان بيبقى ريجكت بقول سنتين ورا بعض. كنت بعد بتاع خدني بيقول لي يعني يا رب يرد عليا بريجكشن. يعني حتى الريجكشن دي بتعرف ان هو ما حدش بيرد عليا. يعني هو حتى ما حدش اصلا كان بيعبرني. ده ليه؟ لان في سيستم بيكون مسؤول عن الفلتريشن بتاع السي في. فانت في الاخر بتلاقي نفسك ان انت بتسوح يعني انا في اللاشيء وببعت ال 30 40 بقى مره 50 مره لشركات مختلفه ومحدش بيرد عليا. فناخد بالنا ان في سيستم اوريدي بيفلتر اصلا قبل ما السي في توصل للتالت اكوزيشن او الاتش ار اللي بيكلمك. فالموضوع مهم جدا جدا جدا. السي في يكون خاص بالحاجه اللي انت بتقدمها بس. طبعا خلاص حطيت مثلا الاول السمري. بعد كده رحت مثلا جيت تحط الكليه اللي انا متخرج منها ايا كان الكليه ايه حاسبات او غيره حط الكليه اللي انت متخرج منها. بعد كده بحط الاكسبيرينس. الاكسبيرينس دي ايه؟ انت خدت انترن بعد الكورس مش اكسبيرينس انا خدت انترن او شغال في مكان. دي الاكسبيرينس الوحيده. ويفضل تكون في المكان نفسه. يعني لا انا في اول حاجه خالص اشتغلت كول سنتر بس مش حاطط في السي في بتاعي اشتغلت كول سنتر مالهاش لازمه. حاطط كل الحاجات اللي ليها علاقه بالموبايل ديفلوبمنت. يعني هو مش مهتم ان هو يشوف ان انا اشتغلت كول سنتر برافو عليك انت واحد مثابر وجبتها من تحت مالهاش لازمه بالنسبه له. هو واحد رايح يبص على حاجه تكنيكال. فلازم برضه تحط في الاعتبار ان كلنا شباب بنبدا بحاجه زي كده. ببدا كول سنتر ببدا سيلز ببدا اي حاجه. فهي في الاخر بتبقى مهم ان انت تحط الشغل ريليتد بالحاجه اللي انت بتقدم عليها بس. بعد كده بتحط بقى الكورسز البروجكتس. بعد كده بتحط الكورسز واللانجوجز. وبرضه ما تكبرهاش في الكورسز. انا مثلا على سبيل المثال باخد كورسز فلاتر فبحط ان انا عارف فلاتر. واحط مثلا السكيلز بتاعت فلاتر دي انا مثلا عارف بقى البلوك والبروفايدر والحاجات بتاعت فلاتر. اي او اس بقول مثلا اي او اس وعارف الحاجات اللي فيها. اللي ممكن تفرق شويه في السي في او تعليه عن غيره اللي انت تكتب حاجات سوفت وير انجينيرنج انت اوريدي عارفها وتمرست فيها. يعني مثلا ما ينفعش تحط كلين اركتكتشر وانا مش اشتغلتش كلين اركتكتشر. هتتهرس الانترفيو حرفيا. انت مجرد ما تخش راجل تقول له عايز كلين اركتكتشر اللي عليه. قول لي بقى كذا 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 بيحصل ازاي. فانت بدل ما كنت داخل واحد متحمس انت خارج اللي هو ايه ايه الانترفيو زي الزفت اللي انا دخلته دوت. فانت عشان ما تحطش نفسك في الموضوع ده تحط الحاجه اللي انت اشتغلت بيها ما تكبرهاش قوي على نفسك. خصوصا ان احنا ايه في الاول. كده زي ما قلت كل الستبس اللي اتقالت دي كلها دي اوريدي موجوده في فيديوز عندي على الشانل تقدر تخش تتفرج عليهم سواء لينكد ان او السي في مفيش حاجه. بس انا بحاول اديهم دي لان عارف الناس ما بتحبش تتفرج على الفيديوز. دي الريسورسز يعني دي الكتب اللي انا كنت كاتبها اوريدي سواء في اركتكتشر او كلين كود. ديزاين باترنز في ويب سايت تحفه اسمه الفاكتور جورو. الفاكتور جورو دوت بيديك كل الديزاين باترنز بلغات برمجه مختلفه فتعرف تخش وتديك بقى امثله عليها كمان. فده ويب سايت حلو جدا جدا جدا. هو في الغالب كده كده يعني هتشتغل معاهم الفيديو صح؟ فبرضه ده هيتشير معاكم فتعرفوا انك تشوفوا ايه كل الريسورسز دي. بالنسبه للشانلز انا طبعا حاطط الشانل بتاعتي. يعني ايه انا كمان اللي بعمل برزنتيشن ما كنتش الشانل بتاعتي. والشانل الثانيه يعني بقيه الحاجات اللي موجوده في اي او اس رود ماب دي برضه بتاعت باشمهندس حسن فهمي برضه على لينكد ان مثلا كويسه جدا. في كود اوف نيردز دي بتاع دي اندرويد بتاع باشمهندس علي حملاوي. في برضه طبعا عمر احمد ثروت سامي طارق العبد في الغالب شباب فلاتر هيبقوا عارفينهم. دي شانل كتيره جدا جدا في فلاتر وابديتد يعني كل فتره بينزلوا عليها حاجات سواء في فلاتر او بننزل حاجات عموما لها علاقه بالسوفت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز. الانجلش دول حاجات رئيس بس لان انا ما اعرفش في الريسورسز في الانجلش اندرويد او فلاتر مش مذاكرهم بصراحه يعني عشان كده ما اعرفش عنهم اي حاجه. خلاص كده انتوا هتلاقوني على لينكد ان وستاك اوفر فلو وجيت هاب وطبعا كده كده الشانل بتاعتي. دي الاربع اماكن انا غالبا دلوقتي بقيت موجود اكتر على الفيسبوك لو حد عايز برضه يقدر يبعت لي. بس مثلا لو حد عايزنا ريفيوز تي في او اي حاجه زي كده ما يبعتليش على الفيسبوك
لان انا يعني في الغالب ممكن اطنش المسجز كتير جدا، فانت لما بتحتاج حاجه اول تخش تكلمني على لينكد ان، لينكد ان اكتر حاجه برد عليها. جميل؟ حته الستيك اوفر فلو دي حته مهمه جدا بالنسبه لاي حد، مش الاكونت بتاعي يعني المهم. حته الستيك اوفر فلو عموما يعني اللي انت تخش وتفكر ترد على اجوبه الناس تبقى حاجه لطيفه. وان انت الناس تلاقي الاجابه بتاعتك دي مفيده، فانت بتساعد حد بطريقه غير مباشره، انت برمي اللي هو بترمي السناره زي ما طلع معاك. فانت بترمي الاجابات دي وتشوف هي هتساعد الناس فعلا ولا لا. بس برضه بلاش نمس في الموضوع وان انا ابقى عايز اجابه رانكد وخلاص، لان الستيك اوفر فلو برضه فيه رانكد. فان انا ما بقاش عايز اللي هو ايه احط اي انسرز في اي حاجه، اخد اجابات كوبي بيست ومش عارف ايه. في ناس بتريفيو الكلام ده يعني هيبهدلوك. انا جربت الحوار ده زمان، يعني انا جاي لكم من المستقبل بقول لكم بلاش نعمل الحوار ده. على جيت هاب لو حد انترستد في الاي او اس فيقدر يخش يشوف جيت هاب، هيلاقي فيه اكتر من بروجكت من زمان. التشيك كود بتاعي قديم جدا لحد بقى يعني حاجات بالكلين اركتشر والكلين كود اللي احنا بنتكلم عنه. بس كده. في اي اسئله؟ وايه بالظبط حضرتك عملت في مشروع التخرج؟ دخلت في اي او اس؟ لا ما دخلتش على مشروع التخرج، وقتها الناس ما كانتش عندها. ايه المشاريع اللي حاليا دخلت في اي او اس؟ حاليا انا اشتغلت على ابلكيشن في اس تي سي، دي شركه سعوديه، واشتغلت يعني في الشركه اللي انا فيها اسمها ياسير. ياسير دي كونسيدرد از سوبر اب. سوبر اب يعني ايه؟ يعني بيبقى عندك ابلكيشن تحس جواه اكتر من سب ابلكيشن. يعني تقدر تطلب من خلالها رايد زي اوبر، تقدر تطلب من خلالها فود زي مثلا طلبات في مصر، تقدر تطلب برضه عندها حتى حاجه زي طلبات ماركت اسمها ياسير ستور، وتقدر تدفع منها عندها ياسير والت. ودي الابلكيشن اللي اشتغلت، يعني اشتغلت اوريدي كمبيوتر في الثلاث حاجات من الحاجات دي، لان هم برضه كل واحد دي حاجه اعلى شيء اسمها موديولاريتي، فانت بتبقى كل واحده منهم موديول وفي سكواد شغال عليها بس لوحدها. انا مستني منها شويه. شغال مفيش حاجه. يعني مثلا سلسله مثلا زي ما قلت كده ما عملتش اي حاجه، ما فيش اي حاجه، الناس كلها كبيره. والحاجه الاساس بتبقى عايز تدفع فلوس، لو عايز اعمل مشروع تخرج بنفسي. ماشي، الفكره هنا بتبقى قايمه على ايه؟ الفكره بتبقى قايمه يعني انا كده حاطط اوريدي، حاطط طرف سامي اوريدي في الريسورسز يعني. بس الفكره بتبقى قايمه على ايه؟ ان انا مش لازم اعمل شخص واحد، ممكن اروح مثلا اشتغل في اشخاص ثانيه اعمل ايه؟ وهنا انا يعني دي برضه حاجه مهمه لكل الشباب. انا اي نولج باخدها من اي كورس بحاول اطبقها في طريقتي، مش لازم حد يزقني ويقول لي نفذ الحاجه دي بالطريقه الفلانيه. فاهماني؟ وبعدين برضه في مشروع التخرج انت مش لازم تعملي الحاجه بالواقع. يعني في مشروع التخرج بيبقى قايم اكتر على فكره، اكتر من كونه بيبقى قايم ان انت تبقى عامله فود بيز خرافه. هي بتبقى قايمه على كده. يعني حتى في مشروع التخرج الاسئله اللي بتسالك في انت ايه اللي عملتيه مثلا على سبيل المثال عامله فود دليفري، فانت هتقال لك ايه اللي يفرق عن كده؟ هو مستنيين حاجات كبيره وانا عارف، بس هو ده اللي هيفيدني في مشروع التخرج. اهم حاجه بالنسبه لي ان ده شغال ويرن تمام. لكن الباقي كله بيبقى اسئله عن الفكره دي، ايه الخطه دي بتساعد الناس ازاي؟ دي هتعمل ايه؟ دي فرق عن كده. فانا اللي عايز بس اوصله لك ان لا اما لو انت ما عندكش المقدره ان انت تفهم حاجه زي كده، يا اما تستني خصومات، ودي بتتقال في اي كونت لو عنده فرصه ينزل ديسكاونت. لا اما اللي انت بقى تبداي تشوفي الحاجه اللي هو طبقها دي كان كده، تبداي تشوفي انا ازاي اعمل حاجه ثانيه زيها عن طريق بقى في ارتكلز كتير موجوده على اليوتيوب، عن طريق فيديوز تاني على اليوتيوب، ايا كان بقى بدور على لينكدين على شرف الكليه، بس لقيت شويه من الناس حاجه زي سمارت سكشن. حاجه زي سمارت سكشن. سمارت سكشن؟ يا عباره عن ايه؟ هو الكتاب ده بس فيها سمارت يعني الاب كانوا عاملين شويه بس انا كنت بحب الموبايل بس الحته اللي انت بتشتغل عليها اللي بتعملها مع التيم بتاعك مش قادر تلمها. طب ليه هو التيم اصلا اول بفلتر ولا لا؟ لسه بتعمل. طب ماشي، يبقى انت بقى كده يبقى انت بتحاول انت تجيبي التيم. ما اصل انت ايه؟ انت عايز التيم يشتغل معاك، فيا اما انت تعلمي التيم طالما التيم مش قادر يتعلم لوحده، يا اما تختار حاجه اسهل. يعني كده بتحاول نقدر يعني بتسالي عن مشروع التخرج انا كنت عارف بس انا اتعلمت على اندرويد ليه؟ ان مشروع التخرج اصلا بتاع اندرويد ما كانش اي اس، ان الناس اللي معايا كانوا عارفين اندرويد، فانا ما ينفعش انا اختار حاجه بناء على انا عارفه بس واعمل معايا مش هقدر عليك كده سنه دي فكره جديده.
فاهماني؟ فهو انت يا اما بقى تعلميني وانا كنتش عارف اندرويد قوي تقول لا تعالوا بقى ومين هنا ايه مش هنعمل ايه مش عارف ايه اشرحوا لي ده بيحصل ازاي وده بيحصل ازاي وكده. بس هي الفكره بتبقى قايمه على كده لكن ما ينفعش اقول حاجه والباقي التيم مش هقول اول منه الا لو هم فعلا مسؤولين ان هم يعرفوا يذاكروا حاجه زي كده. بس انا مسؤول ويعرف ان انت ايه فربنا يستر بقى. طب هم معاك هنا ولا ايه؟ يا شباب كويس. شكرا. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ سؤال مهم جدا يا شباب ده برضه بتتحط في البرزنتيشن. الداتا ستراكشر والالجوريزمز وعلى راي عمر احمد اللي هو تبقى خلاص قدمت نفسك في الكوال لينكد ليست والكلام ده. لازم نحط في الاعتبار حاجه مهمه جدا ان الحاجات دي مهمه مش لازم امصر حاجه فيهم. مفيش حاجه اسمها ان انا امصر اصل انت بالنسبه لك ان انت تمصر حاجه فيهم دي عامله ازاي؟ هتوصل لفين؟ هي دي الفكره. مفيش ليميت ليهم فانت الفكره كلها انت بتاخد زي بدايه ليهم سواء الالجوريزمز او سواء الستراكشر بتاخد الستارت بس فيهم وابدا انا مع الوقت ابدا اذاكر الحاجات دي مع مرور الوقت. يعني انا نفسي لما بلاقي كيس اكتبها في حاجه مثلا في لينكد ليست واروح لها لكن انا مش كل بروجكت كل يوم بشتغل في لينكد ليست مش كل يوم بشتغل مثلا بفيد فيه نوتيفيكيشن مش كل يوم بشتغل على بروجكت يبقى فيه مثلا كل انواع السورس اللي موجوده في الحياه. هي ما بتبقاش كده بس ببقى اوير بالكومبلكس بتاعت الحاجه دي اوير بالكونوتيشن اوير بالحاجات البيزكس اللي انا لازم ابقى عارفها في السوفت وير انجينير. وانا اوريدي اصلا كنت خريج حسابات بس انا من الحاجات اللي ما سبتهاش كويس في الكليه. فبعد ما خلصت اضطريت ان انا اذاكر الحاجات اللي بتكلم عليها دي. هل مصدرتها؟ لا بالنسبه لي مش حاجه اسمها ان انا مصدر اصلا. في اللي انت بس اللي انت تاخد الستارت بتاعها وبعد كده تبدا تشوف الموضوع ماشي ازاي معاك محتاج حاجه في النص تذاكرها. يو اي كده والله ما كده اليو اي كده لازم. حد عنده اسئله ثانيه؟ شكرا يا شباب. شباب ان شاء الله ناخذ بريك ربع ساعه وبعد كده نرجع